اللي عاجبني في بعض صفحات الزمالك ان هم بيسمعوا كلمه مبادئ بيهيجوا حرفيا، بيحصل لهم حاله من الهيجان وبيقعدوا بقى سف وتريقه. ما هو جوز يا جماعه، فاقد الشيء لا يعطيه مبدئيا كده. كابتن محمود الخطيب لما كان بيتكلم على ان مباراه الاهلي والزمالك الماضيه بتاعه القمه اللي ما اتلعبتش والاهلي اتظلم فيها، وان احنا دفعنا 8 3 نقاط، كان ممكن نلعب ونتعادل، كان ممكن نلعب ونكسب، يعني احسبوها شويه، بس العقل بعيد عنكم يعني، بس ما علينا. المبادئ ايه؟ ان لما يبقى في قاعده في اداره البطوله قبل 15 يوم من اي مباراه اديني فرصتي اطلب تحكيم، ده كسروها. فنمشي المبادئ بقى على الكل. اللي غلط الرابطه هم اللي يتحاسبوا مش النادي الاهلي. فهمتوا ده ولا مكملين مدلسين والمبادئ تعباكوا؟ اما التدليسه الثانيه، وهنا بنشكر صفحه الاهلي مباشر لنشرها على كلام الكابتن محمود الخطيب كله، لان في صفحات كتير سوشيال ميديا وميديا قالوا ان الكابتن محمود الخطيب يا اما سئل بكلمه انسحاب يا اما قال احنا انسحبنا، وده ما حصلش. اتفرجوا على الفيديو مع الاستاذه لميس الحديدي. ليه هم بيعملوا ده؟ تدليس للماضي او للحاضر، تزييف للمستقبل، عشان يقولوا الكابتن محمود الخطيب يقول لك احنا انسحبنا، فين الست نقاط؟ اهو اعتراف. بطلوا تدليس وتزوير في الحاضر للمستقبل عشان المظلوميه. اقول لكم كملوا صياح، ولا هتهدى ولا هترتاح.